بعيد عن نفسنا بتاعت محمود سعد. يفتح عليك يا شيخ حسن، الله يفتح عليك، هو ده الكلام. دي كانت نصيحه متوقعه من البرنس. مستقصدين مصر ليه بالذات؟ عاوزين تحركوا الدنيا وتشعللوا الشارع عشان تقولوا الا رسول الله. انتوا هتغلطوا غلطه الدنمارك ولا نسيتوا؟ ولا نجيب الدفاتر تتقرا؟ لما قعدنا نكسر في الدنيا ومظاهرات وحرق سفارات، وفي الاخر تم الامر على ايه؟ ولا شيء. nothing. دي كانت نصيحه متوقعه من البرنس. لنا لا نخشى الا الله يا اولاد بلاش البرنس، نسمع من واحد متخصص مسؤول ملف. عندي فجوه تضخميه حاده. ايوه المواطن المصري محبط اقتصاديا. هايل، تمر هندي هايل، الرصاص هايل. انا عايز اكل محشي. والنبي انا مش متخصص، بس انا متاكد ان مشاكل الطاقه والكهرباء في مصر اكتر بكتير جدا من مجرد ان احنا بناخد. ما انا بتكلم في ايه؟ انا مش عايز انا. انتوا متفقين مع بعض بقى يعملوها في اي حته، دي منظومه. البلد في اليوم ده ميليشيات الاخوان. اخوان مين؟ على فكره بنحب الكلام ده. لا احنا مش بنحب نسمع الكلام. انا ما بحبش العنتريه على كل حاجه، انما ازاي يعني؟ طب عملتوا ايه يا فندم؟ عملنا وكان معمول. يعني انا فاكر ان السنه اللي فاتت في عز ازمه زي دي الكلام ساعتها كان مختلف خالص. المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته في سكه سنتين. طبعا ده معدل سريع. ان شاء الله ان شاء الله سنتين هيحصل تحسن. يحصل تحسن. ساعتها مستنيين قاعدين بالبوكسر في الصاله ومستنيين. هو قال في خلال ايام بس ما قالش كام يوم. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. ما حددش يعني، بس انا متاكد برضه ان دي ازمه هتعدي، لان السنه اللي فاتت برضه في رمضان الرئيس قال ان عنده حل جذري للمشكله دي. الاول اغني الناس، اغنيهم تستطيع ان تلبي. واحد يقول لي ايه؟ طب ما اللي انت قاعد فيه ده ايه؟ والمعصمه اللي انتوا بتعملوها دي بتعملوها ايه؟ شوفوا احنا انت يعني كلام جاي يستمر ما بين عامين الى عامين ونص تقريبا، والله اعلم. علينا الماء والهواء كمان. طيب بصوا، ازمه الكهرباء وعرفنا انها بسبب الغسالات. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. بنقص. طيب ازمه الطاقه عامه، يعني مثلا ازمه السولار سببها ايه؟ انتوا وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يعني انت قول السؤال تاني. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. ناس ولا بايدي ايه؟ روحوا اشتكوا. محدش ياخد حاجه مش بتاعته. محدش ياخد حاجه مش بتاعته. انت بقيت شاطر قوي. طب اللي بعدين يلا شوف شغلك. انا يعني منبهر بصراحه. يا عم منبهر بعدين، يا عم روح شوف شغلك وخلصنا. طب بس ازمه السولار طلعت نفسيه، تهيؤات. يعني كل حاجه وحشه في حياتنا تهيؤات من خيالنا احنا. كل دي كوابيس، اوهام، خيالنا بيعذبنا بيخدعنا. يعني رجوعا للواقع، الرئيس السيسي قرر ان هو يحل المشكله من المنبع. الكهرباء، الطاقه، الميه كلها جايه من مصدر واحد. قسما بالله لم اتحدث كذبا قط. قالوا هري بقى. عاشرا ان تكلفه الاصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، واصبح تداخل الازمات يمثل حاله من الاحباط والياس لدى الغالبيه، وليس في الامكان احسن مما كان. هم شايفين ان ده انجاز، انا شايف انه ليس في الامكان اسوأ مما كان في ال8 سنين اللي فاتوا. كل ما احنا سايبين القماش في قطع هنا قطع هنا قطع هنا قطع هنا، بقى التوب كله مقطوع، فمشيها بقى اكل وشرب وسكت. طب البلد فين؟ البلد هنجيب منين؟ هنعمل ايه؟ عشان كده الرئيس بنفسه اثيوبيا عشان يواجه التحديات اللي بتواجهها مصر. الرئيس راح عشان يقفل حنفيه المشاكل من هناك. السلام على اهل البيت من جديد، وكالعاده زيارته جت بفايده وبركته حلت علينا. والله لن نقوم بأي ضرر. لن نقوم بأي ضرر. للمياه في مصر. للمياه في مصر.